المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإذاعية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل كما جرت العادة بأبرز العناوين. افتتاح منتدى شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الرابع عشر في أوروبا. سلامة العمال من أولوياتها تؤكد وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. سمينار لأصحاب المرافق الخدمية لتوضيح مرسوم قانون العمل. روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا. الكوريتان تتفقان على عقد قمة في 27 من إبريل القادم. وكرواتيا تشتري طائرات F-16 من إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله. افتتح في مدينة ستوكهولم السويدية أمس 29 من مارس المنتدى الرابع عشر لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فرع أوروبا تحت شعار دورنا في صندوق الموارد المهنية والاقتصادية للبلاد. وقدم مسؤول الشؤون السياسية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان قبرآب توضيحا في المنتدى حول التطورات الراهنة في البلاد والمنطقة. وقال إن سنة 2017 شهدت الفشل التام لجميع العدائيات، موضحا بأن التصدي القوي لشعب وحكومة إريتريا بالثبات والصبر تحول إلى واقع. وأضاف إن الأهداف الكبيرة التي تنتظر إريتريا تتمثل في بناء اقتصاد قوي والسعي لجعل المنطقة منطقة سلام وتعاون واستقرار. هذا ويشارك في المنتدى الرابع عشر لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع أوروبا المستمر حتى 2 من إبريل أكثر من 700 شاب من إريتريا والنرويج والسويد وفنلندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وبريطانيا وإسرائيل والسودان وجنوب السودان وكينيا وأمريكا وكندا. صرحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأنها تولي ضمان سلامة العمال في مكان العمل وخلق أرضية ملائمة للعمل اهتماما أكبر. وأوضح مسؤول وحدة ضمان السلامة المهنية والصحية في الوزارة السيد بنيام أحفروم لوكالة الأنباء الإريترية بأنهم يعملون في متابعة الأوضاع العملية والحد من الأحداث التي تطرأ أثناء العمل، كما ينشطون في دراسة الأحداث الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحيلولة دون وقوع الحوادث. وأشار إلى أنهم يقومون بالمتابعة المستمرة لأصحاب العمل، مقسمين القطاعات الاقتصادية إلى 9 أقسام وفق معايير الرعاية لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية تتضمن البناء والتعدين والزراعة والصناعة والمواصلات والمؤسسات الخاصة والمالية، موضحا بأنهم يقومون بمراقبة كل مؤسسة 2 مرات سنويا. وقال السيد بنيام إن من الأخطاء السائدة التي يرتكبها أصحاب العمل التركيز فقط على الإنتاجية وعدم إعطاء أهمية لانسيابية الأوضاع العملية، مشيرا إلى أن وحدة السلامة المهنية والصحية تقوم برفع قضية على المؤسسات التي لم تستوفي واجبات العمال وتتخذ قرارات صارمة حتى مرحلة الإغلاق. وذكر السيد بنيام محدودية معارف معظم المؤسسات فيما يتعلق بضمان السلامة والصحة، وفي حالة تسبب العمال الحوادث تحاول إنهاء القضية بدفع المنصرفات الصحية فقط دون إجراء دراسات كافية حول أسباب الحادث، موضحا ضرورة التخلص من مثل هذه الحالات كونها تحفز للتعرض للأحداث مرة ثانية. وأوضح فيما يتعلق بالتحديات المتوقع حدوثها صعوبة إيجاد الأشخاص الذين ينشطون في الأعمال غير المنتظمة والدائمة، وكذلك ضمان السلامة المهنية لهم، منوها عن بدء الدراسات حول الأمراض المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة. هذا وقد أدخل ضمان السلامة المهنية والصحية مع تأسيس المصانع في إريتريا في ثلاثينيات القرن الماضي، ويدار في الوقت الحالي بإعلان الرقم 118 لعام 2001. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية جندع سمينارا لأصحاب المرافق الخدمية الخاصة ومسؤولي المؤسسات الحكومية حول مرسوم قانون العمل رقم 118 لعام 2001. وقدم عامل المراقبة في المكتب السيد ياسين محمد شرحا حول حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل والعلاقات العامة في العمل ومحتوى اتفاقية العمل وغيرها. وقال إن المتابعة تجري لواجبات صاحب العمل والعامل بالنظر إلى قانون العمل وجودة وسلامة المعدات.
من جانبه قدم مسؤول العمل في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد يمان جبر ميكائيل توضيحا حول العمالة اليومية للعمال عامة وفي القطاع الزراعي على وجه الخصوص. وطالب السمينار لنشر القوانين الموضوعة في قانون العمل في شكل كتاب ومواصلة مثل هذه السمينارات وتوطيد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في مكتب العمل والكونفدرالية الوطنية للعمال. بدأ السوق المشيد بالقرب من استاد أسمر الخدمات بعد توزيعه للمواطنين واكتمال الجزء الأكبر من بنيته التحتية. وأوضح المسؤول الإداري والمالي في الإقليم الأوسط العقيد كنفي هابتوم إن السوق شيد بطريقة حديثة لخدمة المنطقة الشمالية الغربية لأسمرة والقرى الواقعة في هذه الأنحاء، مشيرا إلى بناء المرافق العامة وتوظيف عمال نظافة فيه. وذكر إن السوق يضم متاجر للخضر والفاكهة والبقوليات والدواجن والملابس والأحذية، ويوجد برنامج لتخصيص خط للمواصلات إليه. وقررت إدارة الإقليم الأوسط تقديم متاجر السوق إلى 400 من المحتاجين بعد الدراسات التي قامت بها اللجان المشكلة بمستوى الإقليم والمديريات. وسمحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقديم قرض بمبلغ 30,000 نقفة للمواطنين الذين سيعملون في السوق لبدء نشاطهم، وقد بدأوا العمل مبدئيا بمبلغ 10,000 نقفة. وقال المسؤول الإداري والمالي لإدارة الإقليم الأوسط العقيد كنفي هابتوم إن المواطنين الحاصلين على متاجر السوق لا يمكنهم إيجار المتجر أو تحويله لشخص آخر دون معرفة إدارة الإقليم والجهات المختصة. وأكد المواطنون الحاصلون على متجر عمل في السوق على بذل الجهد للاستفادة من هذه الفرصة لتحسين حياتهم المعيشية. عقد مستشفى إقليم القاشبركة البرجعي اجتماعا في مدينة بارنتو لبحث دور الشباب في مكافحة الأمراض المعدية عامة والأمراض التناسلية على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول مكافحة الأمراض المعدية في المستشفى الدكتور تاميت ستيفانوس إن على الشباب الارتقاء بوعيهم الصحي لتجنب الأمراض والمساهمة الفاعلة في تجنيب الآخرين هذه الأمراض. من جهة أخرى أوضح سكان شعب منشب إن حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة لإصحاح البيئة وضمان الصحة العامة حققت نتائج مرضية. توفي في 19 من مارس الجاري المناضل ملا السيوم المدير السابق للمختبر الوطني لوزارة الصحة عن عمر ناهز 70 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل ملا السيوم بجبهة التحرير الإريترية من عام 1973 وحتى عام 1975، وخدم في المنظمات الجماهيرية لقوات التحرير الشعبية في أديس أبابا، ليلتحق بعد ذلك في شهر أغسطس من عام 1976 إلى صفوف قوات التحرير الشعبية. وعمل في فترة الكفاح المسلح مسؤولا للمختبر المركزي للتنظيم، وبعد الاستقلال مديرا للمختبر الصحي الوطني، وخدم بتفان لتطوير أنشطة المختبر الطبي وانتصار النضال الوطني. المناضل ملا السيوم رب أسرة وأب لولدين، وسيوارى جثمانه الثرى ظهيرة يوم غد 31 من مارس بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الصحة عن بالغ حزنها لوفاة المناضل ملا السيوم، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. طردت روسيا الخميس 60 دبلوماسيا أمريكيا، وأعلنت أنها ستطرد عشرات من دول أخرى انضمت إلى لندن وواشنطن في انتقاد موسكو بشأن تسميم جاسوس سابق. واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي وتم إبلاغه بضرورة مغادرة 60 دبلوماسيا من البعثات الأمريكية روسيا خلال أسبوع، مثلما طردت الولايات المتحدة 60 روسيا. وأمرت روسيا أيضا السفير الأمريكي بإغلاق القنصلية في سان بطرسبرغ في روسيا ردا على أكبر عملية طرد للدبلوماسيين منذ الحرب الباردة. وذكر البيت الأبيض أن قيام موسكو يوم الخميس بطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا كان متوقعا، ومثل مزيدا من التدهور في العلاقات الأمريكية الروسية. هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تتدهور إلى وضع يشبه إلى حد كبير ما شهدناه
خلال الحرب الباردة على حد تعبيره. اتفقت الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد قمة في 27 من إبريل إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المفاجئة إلى بكين. وأكد بيان مشترك قرأه رئيس الوفدين اتفاق الطرفين على عقد قمة الجنوب الشمال في 27 من إبريل 2018 في دار السلام في بنمونجوم في الجنوب. واللقاء بين كيم جونغ أون ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية سيكون الثالث من نوعه، ويفترض أن يتبعه لقاء تاريخي في مايو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيعقد الجانبان جولة جديدة من المحادثات لمناقشة مسائل تشمل البروتوكول والأمن. ورحبت بكين بإعلان عقد القمة، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لي كانغ إن تحسين العلاقات بين الكوريتين سيعزز فرص السلام والاستقرار الإقليميين. أكدت الحكومة الكرواتية موافقتها على عرض إسرائيلي بتوريد 12 طائرة مقاتلة من طراز F-16 إلى قواتها الجوية. وكان مجلس الدفاع الوطني الكرواتي أوصى هذا الأسبوع بقبول صفقة شراء 12 طائرة مستعملة من القوات الجوية الإسرائيلية. وتنافست إسرائيل مع عدد من البلدان التي طلبت منها كرواتيا العام الماضي التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد الطائرات المقاتلة. وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2009 والاتحاد الأوروبي في 2013، وتعتمد قواتها الجوية حاليا على مقاتلات ميغ 21 القديمة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.